بقول لك ايه، لو فاتك الفيديو بتاع النهارده انا مش مسؤوله. جايبه لك النهارده اكتشاف حرفيا، جاي احل لك اكتر مشكله بتواجهك حرفيا في البيت، اكتر حاجه بتضايقك وبتعصبك. انا جايبه لك الحل بتاعها في الصينيه دي. الصينيه دي ما فيهاش وصفه، الصينيه دي فيها اكتشاف. انا خلاص حطيته في الصينيه من كتر ما بقيت باكله اكل. مستر شاين يا جماعه، مستر شاين للناس اللي ما تعرفوهوش ده ملمع للاساس او ملمع للخشب وملمع للجلود، حاجه طبيعيه ومن شمع العسل الطبيعي، حاجه مصريه ومليون في الميه. انتوا عارفين فوزيه لما تلاقوا منتج مصري لازم تشجعوا بجداره. ده بقى منتج مصري وبنفس الجوده لكن السعر اقل بكتير جدا، لونه شفاف وقوامه كريمي علشان ما يسيبش اثر على اي نوع من انواع الاخشاب، لا وريحته كمان تجنن. طب بس كده؟ لا طبعا، المفاجاه ان كل علبتين هتاخدي عليهم العلبه الثالثه هديه، وكمان الشحن مجاني. يعني هاخد الثلاث علب دول بسعر علبتين وكمان عليهم شحن مجاني. ايوه، تعالوا نجربه مع بعض واقول لكم استخداماته كتير جدا. اول ميزه عجبتني ان ريحته حلوه جدا لكن مش نفاذه، طريقه استخدامه سهله جدا، على فوطه نظيفه بتاخدي نقطتين 3 وبتبداي تشتغلي ما شاء الله، بيرجع لك الخشب جديد في وقتها، بيتشرب في ثواني وما بيبصمش ابدا ولا بيلزق، وده لانه كمان بيسيب طبقه حمايه علشان تحمي الخشب من الميه والرطوبه. اللمعه ثابته ومستحيل يتكون عليها تراب غير بعد شهور، يعني انت مش بس بتلمعي العفش، انت بتجدديه حرفيا. الرف اللي انت شايفاه نضيف وبتقولي عليه ده نضيف وزي الفل، جربي كده تمشي عليه بمستر شاين وانت تشوفي النظافه اللي بجد وتشوفي اللمعه الحقيقيه والتغذيه والترطيب. طب ايه اللي بيميز مستر شاين عن غيره؟ مستر شاين مش بس بيلمع جميع انواع الاخشاب، لا ده كمان بيلمع الباركيه وبيحافظ عليه من الرطوبه ومن الميه، ومش بس كده كمان بيكون تحفه مع الرخام والنحاس وكمان الانتيكات. وهنا بقى انا مش هتكلم وهسيبكم تشوفوا الفرق بنفسكم. شايفين الفرق ما بين هنا وهنا؟ كمان هي نقطه واحده بتعمل كميه كبيره جدا ما شاء الله. عايزه اقول لكم بقى ان جذع الشجره ده فاجئني، بصوا شكله كان عامل ازاي وبقى عامل ازاي. والجذع ده يا جماعه غالي جدا على جوزي علشان هو واخده من باباه، فبجد اتبسط بيه جدا ورجعه جديد حرفيا. كمان مش بس كده، كمان بيلمع الاخشاب البيضه والفاتحه، بيحافظ على الخشب زي ما اتفقنا وبيغذيه. تتاكدي ازاي انك واخده المنتج الاصلي؟ ان انت تاخديه من على الصفحه نفسها بتاعتهم اللي هسيبها لك في اول تعليق ان شاء الله. مستر شاين زي ما اتفقنا ان هو منتج اصلي ومصري، سعره رخيص وعلى قد الايد، سعره اقتصادي جدا لاي ست بيت تقدر تستخدمه. كمان العبوه بتاخدي منها نقطه صغيره فبتقعد معاكي وقت طويل جدا، يعني تقدري انت واصحابك تطلبي العرض دلوقتي وتستفادوا كل واحد بعلبه واحده وتدفعي سعر رمزي جدا، وكمان الشحن مجانا. عايزه بقى اقول لكم اني والله لو حلفت لكم ان انا من يوم ما دخلت الشقه وانا مش بحب الباب ده ابدا، وكنت رافضاه من اول يوم، باب الشقه يا جماعه. بس بعد ما استخدمت مستر شاين بجد حبيت بصراحه، من المنتجات اللي مهضوم حقها في السوق الفتره دي، وبجد انا بحمد ربنا ان انا عرفته صدفه. شوفوا لي يا جماعه الشوز بتاعتي بقت عامله ازاي، انا بحب الشوز دي جدا وكنت بجد بزعل قوي ان انا بمشي بيها باهته. بصوا بقى ما شاء الله، نقطه واحده رجعتها جديده واظن مش محتاجه كلام. هنا بقى قلت اما اجرب على الشنط، وهنا بدات المغامره، فضلت طول الليل بلمع في الشنط بتاعتي كلها. وعايزه اقول لكم حاجه بامانه الله وبما يرضي الله، والله وانا خارجه بالشنطه السوداء دي تاني يوم بجد كنت حاسه ان انا ماسكه حاجه طريه كده كأن عليها فازلين او جليسرين. هي مش بس يا جماعه لمعت الجلد، هي كمان طرته، لا وكمان عمل لي الشنط الفاتحه، يعني مش بس الشنط السوداء او الاخشاب السوداء او الحاجات الغامقه، كمان الحاجات الفاتحه خلاها لي جديده لانجه حرفيا. اظن كده الاختيار الامثل هو مستر شاين، ولو ما لحقتيش ما تزعليش.